معظم الناس عايشين طول عمرهم على وضع الطيار الآلي، بيصحوا كل يوم الصبح، يمشوا في نفس الروتين، ياخدوا نفس القرارات، يتعاملوا مع نفس الناس، يفكروا نفس الأفكار اللي فكروا فيها امبارح، وبعدين يستغربوا ليه مفيش حاجة بتتغير، يستغربوا ليه حساباتهم في البنك ثابتة، وليه علاقاتهم بايظة أو واقفة مكانها، وليه أحلامهم لسه أحلام، وليه الحياة حاسين إنها بتحصل لهم غصب عنهم، مش هم اللي بيصنعوها. الحقيقة إن الحياة بتتبني بالنية والقصد مش بالصدفة، وده اللي اتعلمته بعد سنين طويلة من دراسة النجاح والسلوك البشري. الحياة مش بتتحسن بالصدفة، الحياة بتتحسن بالنية. وأحيانا إنك تصمم حياة أحسن محتاج حاجة أغلب الناس مرعوبة إنها تعملها، محتاج إعادة تشغيل كاملة، محتاج شجاعة إنك توقف اللي مش شغال وتبدأ اللي هيشتغل، محتاج حكمة إنك تفهم إن مكانك النهاردة هو مجرد نتيجة قرارات أخدتها امبارح، وإن مكانك بكرة بيعتمد كلياً على القرارات اللي بتاخدها النهاردة. دلوقتي أنا عايزك تفهم حاجة أساسية جداً عن طبيعة الإنسان. إحنا مخلوقات بتتكون بالعادات، دماغنا متبرمج إنه يدور على الراحة والمألوف وأسهل طريق، وده كان مفيد جداً لأجدادنا وقت ما البقاء كان هو الهم الأساسي. إنما في عالم النهاردة نفس البرمجة دي ممكن تبقى أكبر عدو لينا، بتحبسنا في العادية، بتخلينا نرضى بأقل من اللي نستحقه، بتخلينا ندور على أعذار بدل ما نعمل تقدم. فكر كده، تعرف كام واحد بيشتكي من ظروفه بس رافض يغير تصرفاته؟ كام واحد بيلوم الماضي أو البيئة أو العيلة أو التربية أو قلة الفرص على المكان اللي هو فيه دلوقتي؟ استعادة السيطرة على حياتك. الناس دي أقنعت نفسها إنها ضحية للظروف، وإن الحياة حاجة بتحصل لهم مش حاجة هم اللي بيصنعوها. نسيوا واحدة من أقوى الحقائق في التجربة الإنسانية كلها: أنت عندك القدرة إنك تعيد تشغيل حياتك في أي لحظة تختارها. بس هنا التحدي: إعادة تشغيل حياتك مش مريحة، مش سهلة، بتجبرك تطلع بره منطقة الراحة وتدخل اللي بسميها منطقة النمو، بتجبرك تواجه الحقيقة عن نفسك وتتحمل مسؤولية إزاي وصلت لهنا، وبعدين تاخد القرارات الصعبة اللي محتاجة تتاخد علشان تغير الاتجاه. أغلب الناس تفضل بؤسها على إنها تبقى مش مرتاحة وهي في طريقها لحاجة أحسن. تشريح إعادة التشغيل. خليني أشرح لك تشريح إعادة تشغيل الحياة. بتبدأ بالوعي. لازم الأول تبقى واعي بمكانك وإزاي وصلت له. الموضوع مش جلد ذات ولا غرق في الندم، الموضوع جرد صادق لحياتك. بصوا على علاقاتك، هل بترفعك لفوق ولا بتشدك لتحت؟ بصوا على عاداتك اليومية، بتقربك من أهدافك ولا بتبعدك عنها؟ بصوا على وضعك المالي، عادات صرفك بتخلق ثروة ولا ضغط؟ بص على صحتك، اختياراتك اليومية بتزود سنين في عمرك ولا بتسحب منك؟ عدم الراحة كإشارة للتحول. أغلب الناس بتتهرب من النوع ده من التقييم الصادق لأنه مزعج، بيجبرهم يواجهوا الفجوة بين مكانهم دلوقتي والمكان اللي عايزين يوصلوا له، بيجبرهم يعترفوا إنهم أخدوا قرارات مش متماشية مع أهدافهم وقيمهم اللي بيعلنوها. بس اسمعني كويس، عدم الراحة دي بداية التحول، عدم الراحة دي صاحبك لأنها بتقولك إن التغيير ضروري. تقبل المسؤولية. بعد ما الوعي يجي القبول، لازم تقبل المسؤولية الكاملة عن مكانك النهاردة، مش مسؤولية جزئية ولا مسؤولية بشروط، مسؤولية كاملة. ودي يمكن أصعب مرحلة في إعادة التشغيل، لأنها بتجبرك تتنازل عن رفاهية اللوم، بتجبرك تبطل تكون ضحية وتبدأ تكون فايز، بتجبرك تعترف إن حتى لو أنت مش مسؤول عن كل اللي حصل لك، أنت مسؤول 100% عن أنت هتعمل إيه باللي حصل لك. القوة السحرية للمسؤولية. أول ما تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتك، حاجة سحرية بتحصل، بتسترد قوتك. طول ما أنت بتلوم حد أو حاجة تانية على ظروفك، أنت عاجز تغيرها، لكن أول ما تتحمل المسؤولية، أنت كمان بتستلم قوة التغيير. بتفهم إن زي ما خلقت وضعك الحالي باختياراتك السابقة، تقدر تخلق وضع مختلف باختيارات مختلفة. قوة القرار. كل إعادة تشغيل بتبدأ بقرار، مش أمنية، مش أمل، مش يمكن يوم من الأيام لو الأمور مشيت. قرار، التزام ثابت لا يتزعزع بالتغيير. لما تقرر بجد إنك تعيد تشغيل حياتك، بتقفل كل الاحتمالات التانية، بتخلي الرجوع مستحيل والتقدم حتمي. بس أغلب الناس مش فاهمة القرار يعني إيه، فاكرين القرار حاجة تتاخد مرة وخلاص ونستنى نشوف. ده مش قرار، ده أمل متنكر. القرار الحقيقي بيتاخد ويتأكد كل يوم بالأفعال. القرار الحقيقي مدعوم بالانضباط والاستمرارية، والالتزام لا يهتز مهما كان إحساسك في اليوم ده. خليني أديك مثال. لنفترض إنك قررت تعيد تشغيل صحتك، بصيت في المراية وفهمت إن أسلوب حياتك الحالي بيقتلك واحدة واحدة. وزنك زايد، لياقتك ضعيفة، تعبان طول الوقت، وماشي على مستقبل مليان مشاكل صحية، وقررت بجد إن ده يقف هنا.
القرار ده مش بس اشتراك جيم أو دايت، القرار ده تغيير جذري في علاقتك بالأكل وبالحركة وبجسمك. طبق المبدأ ده على كل حاجة. نفس المبدأ بينطبق على كل جوانب حياتك. لو عايز تعيد تشغيل فلوسك، مش كفاية تقرر إنك عايز تبقى غني، لازم تغير علاقتك بالفلوس، تتعلم مبادئ المال، تعيش أقل من دخلك، تستثمر بحكمة، وتأجل الإشباع. وده قرار بيتاخد كل يوم مش مرة واحدة. غير روتينك اليومي. من أهم مبادئ التطوير الذاتي إنك ما تقدرش تغير حياتك قبل ما تغير روتينك اليومي. حياتك في الأساس مجموع عاداتك اليومية مع الوقت. لو عايز نتائج مختلفة، اعمل عادات مختلفة. لو عايز مستقبل مختلف، عيش بشكل مختلف النهاردة. فشل التغييرات العنيفة. هنا أغلب الناس بتقع. بيحاولوا يغيروا كل حاجة مرة واحدة، يعملوا خطط ضخمة وعادات كتير وتوقعات غير واقعية، ولما يفشلوا قدام المعايير دي يستسلموا ويرجعوا لنفس القديم، ويقولوا التغيير صعب أو ما عندناش إرادة أو إحنا مش النوع اللي بيغير حياته. الحقيقة عن التغيير المستدام. التغيير الحقيقي بيجي تدريجي مش درامي، بيجي بخطوات صغيرة ثابتة مع الوقت. لما تركز على التقدم مش الكمال، لما تفهم إن كل يوم أنت بتصوت للشخص اللي هتبقى عليه بالاختيارات اللي بتعملها. الأثر التراكمي للتغييرات الصغيرة. لو اتحسنت 1% كل يوم، بعد سنة تبقى أحسن 37 مرة. مش لازم تكون مثالي، ومش لازم تغييرات عنيفة علشان نتائج كبيرة مع الوقت. أهمية اللي حواليك. من أهم عوامل إعادة التشغيل الناس اللي حواليك. غالبا سمعت إنك بتبقى متوسط أقرب 5 أشخاص ليك. دي مش جملة تحفيزية لطيفة، دي حقيقة سلوكية. إحنا مخلوقات اجتماعية وبنتأثر بالبيئة والناس. لو عايز تعيد تشغيل حياتك، راجع علاقاتك. اسأل نفسك، الناس دي بتشجعني أبقى أحسن ولا مخلياني زي ما أنا؟ هل بتتحدى نموي؟ هل بتدعم أحلامي ولا حاسة بتهديد منها؟ مش لازم تقطع الناس دراميا، بس لازم تكون واعي بمين ليه تأثير على تفكيرك. دور على ناس رايحة في الاتجاه اللي انت عايزه، اللي عندها اللي انت عايز توصله. مواجهة المقاومة الذهنية. أكبر عقبة هتقابلك هي دماغك. دماغك قوي جدا ومقاوم للتغيير جدا. هيطلع أعذار وحكاوي ومبررات علشان تفضل مكانك. هيفكرك بفشلك القديم، هيضخم المخاطر ويقلل المكاسب، هيقنعك إنك مش كفاية. بس افتكر، دي أفكار مش حقائق. فلسفة التقدم. طور فلسفة للتقدم، مجموعة مبادئ توجه تفكيرك. تحمل المسؤولية، تبني عقلية النمو، ركز على اللي تقدر تتحكم فيه وسيب الباقي. الخوف من حكم الناس. رأي الناس مش قضيتك، رأيهم انعكاس لخوفهم هم. ما تسيبش خوفهم يقيد أحلامك. الجوانب العملية لإعادة التشغيل. ابدأ بالوضوح، رؤية واضحة لحياتك، خطة عمل، رؤية سنة، 6 شهور دلوقتي. دور الانضباط. الانضباط هو الجسر بين الهدف والإنجاز. التعامل مع الانتكاسات. الانتكاسات طبيعية، الفرق في رد الفعل. الصبر. التغيير بياخد وقت. التعلم. لو عايز حياتك تتغير، لازم انت تتغير. خليك متعلم دايما. وأخيرا، عندك كل اللي محتاجه تبدأ النهاردة. مش محتاج وقت أكتر، محتاج استخدام أحسن. مش محتاج فلوس أكتر، محتاج عادات أحسن. حياتك مستنياك تعيد تشغيلها. السؤال مش هل تقدر، السؤال هل هتعمل. الوقت دلوقتي، الشخص انت، القوة جواك. ابدأ إعادة تشغيل حياتك دلوقتي. مستني ايه؟